اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني اوي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معانا هنا 4 بيضات، معانا كوباية سكر، كوباية زيت، تمام، كوباية ونص من عصير البرتقال. هنعمل كيكة بعصير البرتقال بدال اللبن. هنا حطيت كوباية ونص من عصير البرتقال. تعالوا بقى نخلطهم مع بعض جامد كده في الخلاط. ومعانا هنا بشر برتقال برضو. سامحوني ما كنتش بنزل معاكم حاجه الايام اللي فاتت دي لان كنت تعبانه جدا. واللهم لك الحمد على كل حال. معانا هنا بقى كوبايتين من الدقيق ونص كوبايه من النشا، تمام. معانا باكت كيك شيف، ومعايا 2 باكت فانيليا. بسم الله. هنا كنت خلطت الخليط بتاعي جامد قوي بحيث ان السكر يختفي تماما فيه. وبعد كده هنيجي ننزل على الدقيق بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله. هندخله بقى على درجة حرارة 180. اتمنى يكون الفيديو سهل خالص وبسيط، وما تنسوش تحطوا اللايك، تمام. سامحوني على الايام اللي فاتت، والله كنت تعبانة بس وحشتوني اوي والله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بسيط عليكم ومش طويل. متنسوش بقى تحطوا اللايك وتعليق حلو. بسم الله. كده كنت نزلت بخليط بالكيكة بتاعي، وهنحطه على الرف الاوسط على درجة حرارة 180. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش لايك واشتراك، تعليق حلو كده من قلبكم. اشوف وشكم بخير يا حبايبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، مش قادرة اقول لكم بقى جميلة وطعمها قد ايه. بصوا بسم الله الرحمن. دي بعد ما قطعتها اهي، بصوا، ولا لازقة ولا اي حاجة. اشوف وشكم بخير يا حبايبي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بصوا جربيها بطريقتي وقولي رأيك فيها ايه. اشوف وشكم بخير. بصوا بسم الله ما شاء الله. اشوف وشكم بخير يا حبايبي.